هيا واش في اخباركم باللي الا بقيتو تابعين شي كاميو ولا رموك في الطريق الكونسوماسيون ديال طوموبيلتكم يقدر يهبط ب 40%. واش في اخباركم تاني باللي لي زونجوليفير ما تداروش على قبل اللوك ولا بارونس بل تداروا على قبل باش يحسنوا الايروديناميك ديال الطوموبيل ويقللوا من دراغ فورس ولا قوه السحب اللي كينعكس ديريكتومون بالايجاب على الكونسوماسيون ديال الكاربيرون. واش في اخباركم تاني باللي الا درتوا هاد التعديلات وزدتوا هاد لي بياس لطوموبيلاتكم الاستهلاك ديال المازوت يقدر يهبط بحتى يطرو ولا يطرو نص في 100 كيلومتر. اشنو زعما هادشي يقدر يكون بصح نيت ولا غير هضره الكيلو والعرام افحالها بحال الخضره فوق الطعام؟ يا والله اعلم. نعيطوا على الروقي يشرح لينا ويكون خير. ايوا يا الحباب ها هو الروقي بشحمه ولحمه يحييكم وكيتمنى لكم الصحه والسلامه طول العمر. اليوم يا سيادنا غنهضروا على واحد النعمه عطاها لينا سيدي ربي غمشته خاصه في المغرب، ولكن اغلبيتنا غير كيشوفوها قدامهم في الطريق كيكحلوا بالعمى. علاش؟ غير حيت بالنسبه ليهم غتعطلهم في الطريق وغتزيد عليهم ستريس ديال السوقان غير بسبب ان خصهم يحداو اللي غادي واللي جاي باش يضوبلوها ويحيدوا هاد العائق من قدامهم. ولكن اللي ما عارفينش هاد الناس ان احسن سوقان هو اللي كيكون من ورا لي كاميون، خاصه دوك لي سيمي رومورك فريغوريك. وهنا ما كنهضروش على دوك لي كاميون اللي كيهزوا التبن ولا على لي كاميون ابين باسكولونت اللي كيهزوا الحجر والرمله. ما علينا خوتي، هاد السوقان ورا لي كاميون كيتسمى بدرافتين ولا بسليب ستريمين ولا بالعربيه التعراب السحب والتدفق. البلان ما فيها خوتي ان الكاميون هو غادي في الطريق كتكون وراه واحد المنطقه كتسمى باللو بريشر اريا ولا منخفضه الضغط. هاد المنطقه ما كيوصلش ليها الريح بتاتا، بحيث كل ما قربتوا ليها كل ما الريزيستونس ديال طوموبيلتكم اللي سببوا الريح كيقل. هاد قله الدراغ والسحب والمقاومه اللي سببها هاد الجيب الهوائي اللي كيتكون غيخلي اوتوماتيكمون الكونسوماسيون ديالكم يهبط. وماشي غير الكونسوماسيون اللي كتهبط بل حتى الستريس اللي على الموتور والكاروسري كيقلوا. وبحسب واحد التيست دار من طرف واحد البرنامج استرالي متخصص في دحض وكشف الاشاعات والاساطير سميتو ميث باسترز، في هذا التيست تبين على ان كل ما قربت الطوموبيل ونقصت في الديستونس اللي بينها وبين الكاميون الدراغ ديالها كينقص. وبالاستعانه بواحد لوتي كتعبر الكونسوماسيون ريال اتضح على ان الكونسوماسيون هبطت بعلاين اكثر من 40%. وهذا الشيء بحال ما كنتو قراب للكاميون بنص مترو وكتنقص بعلاين 20% بحال الا كانت هذه المسافه بحدود 6 مترو. وغير ليكم في علمكم اخوتي انه راه ما كنشجع حتى شي واحد باش يتبنى هذه الطريقه، خاصه ان مسافه الامان القانونيه المطبقه في المغرب وفي السرعه ديال 90 كم في الساعه خاصها ما تقلش على 54 مترو. سينو كونوا على يقين انكم غتعرضوا ريوسكم للخطر، خاصه الا فرانا مول الكاميون اللي تابعينه على غفله. وخاصه وخصوصا ان لي كاميون اللي عندنا في المغرب اما مجهزينش وما كيتوفروش على الاندر رايد جاردز لا ديال الجناب ولا حتى ديال اللور. والهلا يوريكم اش غيطرى لكم في حاله ما دخلتوا في شي كاميون من اللور. اما علينا هاد الفرق اخوتي في لا كونسوماسيون تقدروا ما تلاحظوش الا كانت عندكم شي طوموبيل محققه شي رقم ناقص ديال دراغ كوفيشنت بحال مثلا البي ام سيري 5 اف 10 ولا المرسيدس الكلاس ا دبليو 177. وبطبيعه الحال غادي تحسوا بالفرق حيت ما كانت عندكم شي رونو كليو 2 ولا الهوندا اكورد 7 كام جينيراسيون. واخا هكاك وبسبب تيست اللي داروه اصحاب الميث باسترز لقاو باللي كل ما نقصت المسافه بينكم وبين المركبه الساحبه ليكونومي كتنقص. علاش؟ غير بسبب لي زاكسيليراسيون ولا ديسيليراسيون اللي غيتزادوا واللي خاصكم ديروهم باش تحافظوا على لا ديستونس وتكوريجيو التراجيكتوار. واش في اخباركم تاني باللي لي زونجوليفير ما تداروش على قبل لوك ولا بارونس بل تداروا على قبل باش يحسنوا الايروديناميك ديال الطوموبيل ويقللوا من دراغ فورس ولا قوه السحب اللي كينعكس ديريكتومون بالايجاب على الكونسوماسيون ديال الكاربيرون. وخير دليل على هاد الهضره هي التسلا الموديل 3 اللي كتجيب دي لا فيرسيون دو باز بلي جونط الومنيوم ديال 18 بوس وبديزاين على مزيناتو. ولكن تسلا هنا كتيكيبيها بالايرو ويل كفرز اللي تقدروا تحيدوهم فوق ما بغيتو. يا خوتي جوليفيرا كتركب في الجانطه ديال الالومنيوم. تقولي لي علاش؟ وهنا كيف ما كتشوفوا في هذا الجراف الكونسوماسيون ديال الوات اور بير مايلز كتنقص بحال ما كانوا راكبين هذا الايرو ويل وميم حتى الرينج كيتزاد وكيطلع. وهذا البلان بالضبط اخوتي ما تعرفش غير عند تسلا بل بان من شحال هذا ومعروف عند صحاب لي كاميون بحيث كيشريو بحال هذا الكيت وخاصه العارفين منهم بالخبايا ديال الفيزيكس بحيث يا اما كيشريو هذا الكفر كابس ديال البلاستيك بحال ما كان عندهم بيدجي على قد الحال ولا هذا التراكتور ايرو كيت ديال الكروم واللي يساوي عليه 2 مليون ونص. وميم حتى كاع الا ما قدرتوش على هذه الاثمنه ديال الايرو كفرز فتقدروا تصنعوهم غير نتوما وحدكم وبالاستعانه بمواد بسيطه بحال البوليستير واللي تقدروا به تقدروا تحولوا اونجوليفير عاديه لاونجوليفير ايروديناميك وبالضبط بحال كيف ما دار هذا الاخ.
من غير هاد الايرو ويل كفرز كاين عرمه الحلول اللي بهم تقدروا تحسنوا الايروديناميكيه والانسيابيه ديال طوموبيلتكم. واول هاد الحلول هو تانستاليو الاير دام ولا الفرونت ليب ولا اللي معروفين عندنا بلي لام. هاد لي لام اخوتي من بعد ما غتانستاليوهم غيقلوا اوتوماتيكمون من الكميه ديال الاير فلوين تحت الطوموبيل، خاصه الا ما كانوش عندكم الاندرنيث كفرز ولا الكاش سو موتور. من غير هاد لي لام ولي ديفيزور وميم حتى الرير سبويلر كاين واحد التكنيك اخرى كتستعمل في الطوموبيلات ديال الفورمولا 1 واللي كتسمى باللو ريك ايرو كونسيبت. وهنا وباش بلا ما نغرقوا بزاف لي مو تكنيك ان خاصكم تاجيستيو العلود القدام ديال طوموبيلتكم وتهبطوه بعلين 20 حتى ل 30 ملم مقارنه بالعلود ديال لي سسبونسيون ديال اللور. وميم كاين حتى واحد الكونسيبت اخر سميتو الهاي ريك ايرو واللي هو عكس الاولاني، بحيث تقدروا تعليو لي سسبونسيون ديال اللور في عوض القدام. هذا الطريقه اخوتي غادي تجينيري ليفي ديال سانكشن ولا المس تحت الطوموبيل، وهنا اوتوماتيكمون الداون فورس كيتزاد وغتحسن معاه حتى الايروديناميك. وفي الاخير اخوتي ما فيها باس نهضروا على واحد العاده منتشره عندنا في المغرب، علاش الله اعلم، بحيث كاين ناس كيسحب ليهم انهم الا هبطوا الزاج وطفاو لا كليم كيسحب ليهم باللي كيقتصدوا في الكاربيرون تاع العكس ديال هادشي اللي كيطرا، بحيث نتوما سايقين بسرعه ديال 120 كيلومتر في الساعه ومهبطين لي فيتر على حدهم، الدراغ والريزيستونس ديال طوموبيلتكم كيتزاد بعلاين 40%. اما بالنسبه للطريقه الصحيحه ومن الاحسن هنايا انه غير تفوتوا السرعه ديال 50 كيلومتر في الساعه، طلعوا الزيجان بربعه وخدموا لا كليم واكتيفيو لوبسيون ديال الريسيركيلاسيون واللي دورها انها كتبلوكي الهواء الخارجي وكتمنعوا من انه يدخل لا كابين. هكا لا كابين دغيا كتبرد، وميم حتى الا كان شي هواء مسخ ولا لي غاز ديشابمون كيبقاو على برا.